شوف بشرح لك الحين كيف توصل المحول. المحول شوف معك محول يجي من الأبراج الكبيرة. الأبراج شوف في هذا برج، نفس كذا برج، وهذا برج، وهذا برج. تمام. في معك خطوط كهرباء، 1 2 3. حلو. هنا معك محول. المحولات هذه تجي لداخل المحولات، هذه 33 كيلو فولت، وهذا الثاني، وهذا الثاني، هذا الأول قصدي، وهذا الثاني، وهذا الثالث. هذا المحول يعمل على إيش؟ تحويل الطاقة من 33 كيلو فولت، 33 كيلو فولت إلى 380 أو 220 فولت. حلو. تخرج من المحول هنا 3 فيز، خط ثلاثي كله نار. هذا تمام. هذا واحد، وهذا الثاني، وهذا الثالث. بعدين معاك اللي هو محولات برضو خافضة، اللي هو الكمبات. هذه تخرج انت داري يعني تسحب منها. مثلا هذه بيت وهذه بيت، هذا مركز. هذا مركز محلات، وهذه بيت مثلا، وهذه هنا معك عمود كهرباء كمبة. بعد المحول تجي للكمبة هنا مثلا تسحب نار 220 فولت، تمد للبيت. طبعا البيت هذا قاطع، هنا قاطع نفسه. هذا مثلا قاطع أبو 30 32 يعني. هذا القاطع أول ما تجيب له من الكمبة يجي له ليش؟ للعداد. هنا في عداد، تغذي العداد مثلا نار، تسحب له برضه من نترال من الكمبة. هذا عداد. بعدين تسحب من العداد لين القاطع فيه قاطع مثلا في أرضي نترال اللي هو البارد، وهذا نار حار اللي هو نار. عرفت؟ تسحب له من العداد مثلا خطين اللي هو نار. بعدين هذا قطع رئيسي، في قطع رئيسي مربع كبير، هذا يجي مربع. بعدين عدة قواطع صغيرة، 1 2 3 4 5 6، خليه ب6 قواطع، وقاطع رئيسي. أنت تغذي القطع، تجيب من العداد لين القطع الرئيسي تغذيه. تجيب النترال تغذي القطع اللي هنا برضو في نترال، 1 2 3 4 5 6 نقاط. برضو في أرضي 6 نقاط، 1 2 3 4 5 6. حلو. بعدين هذا البيت، طبعا هذا القاطع داخل البيت القاطع، أو في الحوش أو في الممر. مثلا هذه غرفة، حمام، وصالة، وغرفة مجلس، وحمام ثاني، ومطبخ ثاني برضه، على حسب السوق. كل قاطع يروح مثلا نار داخلها. وهذا القاطع حق الغرفة الثانية، وهذا القاطع الثالث حق الغرفة الرابعة، وهذا حق الحمام، وهذا حق الصالة، وهكذا. هذا عبارة عن قواطع. مثلا إذا حصل شورت في الغرفة الأولى يفصل معك القاطع رقم 1. إذا ما استجابش القاطع رقم 1 برضو في قاطع رئيسي يفصل القاطع الرئيسي. تمام. نفس الطريقة. وفي المراكز الكبيرة
لقيت قواطع كبيرة. 3 فيز، 3 فيز تمد له 3 خطوط نار، كلها نار، 3 للمركز. هنا في قاطع رئيسي مثلا، قاطع توصل له 3 خطوط. بالنسبة للقواطع هذه، القاطع ايش تعتبر؟ قواطع حماية، حماية من زيادة التيار، زيادة التيار. أفهم لك يا شيخ، حماية من زيادة التيار. مثلا أنت مولع لمبة 10 أمبير، لمبة معك، لمبة إنارة، هذه لمبة فيها 10 أمبير، وأنت حاطط لها قاطع 10 أمبير. إذا زادت سحبت مثلا 11 أمبير، على طول يفصل القاطع، ما تحرق اللمبة، يفصل ايش؟ يفصل القاطع. القاطع فائدتها نفس الفيوز يعمل على ايش؟ قطع التيار عن الموصل، اي شيء موصل، مكيف، كهرباء، اي شيء يعمل على فصل. السلام عليكم، تحياتي مازن.